أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن العتق من النار. أهل النار في يوم القيامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنها لأهونهم عذابا. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن التحذير من الوقوع في المعاصي حتى لا نكون من أهل النار، لأن عذاب النار دركات، وعلينا أن نعلم أنه من مات على الكفر لا ينفعه عمل، لأن هذا الحديث ورد عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعاه وينصره ويحميه، لكنه مات على دين آبائه وأجداده. اللهم أجرنا من عذاب النار واجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، واعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. دمتم بخير وإلى لقاء آخر. فوازير بودكاست رمضان الحضارة. أجب واربح. متى فرض الصيام؟